تركي آل الشيخ يتراجع عن فيلم النونو لأحمد حلمي نزولا على رغبة المصريين. نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قبل قليل بيان توضيحي قال فيه: تأسس صندوق الأفلام بيج تايم من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي. ونظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها، أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي. ويأتي هذا القرار رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.